ازيكم عاملين ايه؟ ما تيجي نعمل النهارده كنتاكي القرنبيط، حاجه كده بجد قمر. بص لونه وطعمه بجد يا بنات حكايه. بص لون الكهرمان القمر ده. يلا نقول بسم الله بقى ونخش نشوف هنعمل ايه. انا عندي هنا القرنبيط، زهره قرنبيط. هبتدي اللي انا اقطعها بقى ايه زهرات صغيره اهي كده. بس كده انا قطعتهم كلهم. عندي كمان على البوتاجاز الميه بتغلي، طبعا انا هسلقه. حاطه فيها بقى الميه دي، احط فيها ملح وكمون وسنه كركم. في ناس بتحب تحط لبن، بس انا بستكفي الكمون، هو بيشيل الريحه بتاعه القرنبيط. بس يبقى انا حطيت ملح وكمون وكركم، سنه كركم، واسيبه على البوتاجاز لمده 5 دقايق بس. يغلي على البوتاجاز لمده 5 دقايق بس، كفايه قوي كده ويبقى حلو قوي. عندي هنا كمان بيضه واحده بس، وعندي كوبايه دقيق احط عليها معلقتين من النشا، واحط كمان كوبايه ميه. يبقى بيضه، كوبايه دقيق، معلقتين نشا، كوبايه ميه. وعندي كمان ملح وفلفل اسود وكمون وكزبره. عندي كمان سنه كركم، وهحط هنا كمان توم باودر، وهقوم ضربهم في الخلاط. بصوا هنا اهو، انا عايزاه شبه العجينه بتاعه الكريب، سايل كده، وهيبقى حلو قوي ان شاء الله. بس انا عندي بقى الايه المكونات الجافه. عندي كوبايه دقيق برده، كوبايتين معلقتين عليهم من النشا. النشا يا بنات بتخلي القرنبيط مشربش زيت. احط نفس البهارات اللي حطيتها هنا، بس هزود عليهم نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. وطبعا هحط توم باودر. طبعا انت عايزه توم فريش بقى، يبقى تحطيه في الخليط السائل، ما تحطيش هنا. وابتدي انا اقلب بقى هنا كويس قوي. وكده خلاص اللي على البوتاجاز عندي استوى. هما 5 دقايق بس. اشيل من الميه السخنه اصفي كويس، وهبتدي ان انا احطهم في ميه من الحنفيه، مش من التلاجة ولا حاجه، مش ساقعه يعني، ميه من الحنفيه عاديه، عشان بس انزل السخونه وما يكملش سويه. او تحت الحنفيه كده على طول. بس كده خلاص. طبعا اللون الاصفر ده ايه؟ من الكركم اللي انا حطيته في الميه وهي بتغلي. واحط هنا بقى ايه؟ نص كوبايه من الخضره المشكله. عايزه تحطي نوع واحد بس من الخضره براحتك. طبعا بقى ايه، عايزه الخليط دوت يخش في كل حته من القرنبيط بتاعي، عشان هو اللي هيديله طعم طبعا. اللي بس كويس فيه. وعندي علبه بوتاجاز دي زيت سخن، مش عايزاه يكون بيغلي. وانزل بقى ايه القرنبيط، اخده من الخليط السائل، انزل بيه على طول بالخليط الجاف، ونفض واحط في الزيت. انا هنا بقى ايه، هقلب على طول. يا دوبك ان هو يتشمع من ناحيه، هقلب على الناحيه التانية على طول، وهفضل اقلب فيه لغايه اللون اللي الذهبي اللي انا عايزاه. يعني مش هسيب ياخد لون من ناحيه وبعد كده اقلب، لا، اقلبي على طول. هو يتشمع اقلبي على الناحيه التانية، علشان كله يبقى زي بعضيه واخد لون واحد، والخليط السائل ما يصبش في اتجاه واحد بس في القرنبيط. بصوا القرنبيط يا جماعه والله فعلا تحفه. بصوا لونه وعامل زي الكنتاكي، حاجه كده قمر. الصوت، بصوا اسمعوا الصوت، ومقرمش تحفه لاخر واحده. ما تنسيش. وكمان الخليط اللي فاض مني انا حطيته في علبه، واشيله في التلاجة المره تانية. اشوفكم في فيديو جديد.